الله، ايه ده؟ جميلة قوي بجد. بصوا الوردة عاملة ازاي، بصوا الوانها، بصوا لطيفة ازاي. واو، الله ريحتها حلوة قوي، ما شاء الله سبحان الخالق. ايه ده؟ ايه الشوك ده؟ في وردة كده يبقى فيها شوك؟ وايه ده؟ بصوا 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 ورقها عامل ازاي، بصوا. ايه ده؟ في ورقة تبقى عاملة كده؟ السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا ياسمين محمد ودي رسالة ياسمين. الفيديو النهاردة رد على كومنت عن الفيديو اللي قبله. كان بيقول طب لو الناس واخدة عني صورة مش حلوة اعمل ايه؟ الحقيقة هو حضرتك مش مطلوب منك اي حاجة تعمليها خالص. لو تشوفي بداية الفيديو، في 2 اختلفوا على وردة. هل الوردة اختلف عليها يا جماعة؟ انا عارفة ان في ناس تحبه وناس ما تحبوش، ولكن يعني في حد شاف منها وردها، شاف منها الورق الكويس، وشاف قد ايه هي حلوة ولونها جميل، وقد ايه بجد ريحتها حلوة. وحد تاني لما مسكها شاف الشوك وشاف الورق ده. الشوك يا جماعة عايزة اقول ان هو حاجة زي المناعة بتاعت الانسان كده، بس موجودة في الورد. يعني هو ده بيحمي الورد، موجود عشان يحمي الورد، مش موجود عشان يضر حد، موجود عشان يحمي الورد. اللي عايزة اقوله بقى انه صدقني مش كلهم هيتفقوا على حبك، ومش كلهم هيتفقوا على كرهك. هتلاقي حد وسط مجموعة مش بتحبك وحد جواهم بيحبك، هتلاقي حد وسط مجموعة بتحبك حد جواهم مش بيحبك وبيتكلم عليك وبياخد صورة عنك وحشة. كل مرة الصورة بتزيد. هو كده لله في لله، ما تسألش ليه، ما تسألش ليه حضرتك، هو لله في لله كده، ما بحبكيش، هو كده. كان في جملة قرأتها في تالتة اعدادي اعتقد، كانت بتقول رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الرب غاية لا تترك، فتمسك فيما لا يترك واترك ما لا يدرك. يعني ايه؟ هبسطها شوية. بتقول انه انت والله صدقني لو ادت صوابعك العشرة فم كده اهو ومشيت ايدهم كده ليل نهار، ولو حتى ما خلصوش، مع ان الشمع بيخلص، لو هما خلصوش وفضلوا كده طول عمرك، هتلاقي حد مش بيحبك، هتلاقي حد بياخد عنك صورة مش كويسة، هتلاقي حد بيقول ان انت بتعمل كده عشان مصلحتك، هتلاقي حد بينتقدك وبينتقد فعلك، اللي هو انت ليه عامل كده يعني، ما شوف حالك وشوف نفسك. صدق بقى ان هو في الجملة دي عنده حق. الحقيقة انه يعني انت مهما عملت ايه والله مهما عملت ايه، عمرك ما توصل لرضاهم، هتلاقي اللي يتكلم عليك. ولكن رضا رب غاية لا تترك، يعني ان احنا نرضي ربنا دي غايتنا وهدفنا، اللي ما ينفعش نسيبه، اللي ما ينفعش كده يلا ملوش لا. دي الحاجة اللي احنا جايين عشانها، دي الحاجة اللي ربنا خلقنا عشانها. فتمسك في رضا الرب واترك رضا الناس، عشان انت مهما عملت ومهما جريت ومهما رحت وجيت، والله لو وقفت على شعرك ما برضو هيقولوا حاجة، هيتكلموا ومش هيرضوا، وهتلاقي ناس بتنتقدك عادي. يعني زي بص قريته من كام يوم، كان بيقول ايه، كان كوميك يعني، كان بيقول ان واحد رايح يتجوز واحدة، فبيقول ان هو مش عايزها تشتغل، فراح الناس رد عليه قالت له ايه، يبقى انت خايف منها وخايف من شغلها وخايف تكون اقوى منك، ولذلك انت مش عايزها تشتغل، انت عايزها بقى تقعد في البيت وتخدمك فراح قال لهم خلاص انا عايزها تشتغل. راحوا ردوا عليه قالوا له ما انت عايزها بقى انت تقعد في البيت وهي تقوم وتشتغل وتصرف على البيت، ما انت مش عايز تعمل حاجة، ما انت مش عايز ومش عايز. فاللي هو ايه يعني الانسان يعمل ايه دلوقتي؟ فصدقني انت عمرك ما هتعرف ترضي الناس، عمرك. وعشان كده سيبهم، سيبهم ياخدوا اللي ياخدوا الصورة وحشة اوكي مش مشكلة، ياخدوا الصورة حلوة تمام، يعني خير وبركة. عايزين بقى احنا نركز على نفسنا، نركز على ربنا، نرضي ربنا وبس.
ربنا وبعديها نرضي نفسنا، اللي هو انا عملت اللي ربنا طالبه مني، اعمل بقى اللي انا عايزاه، يعني من بعده طبعا اعمل اللي انا عايزاه. مثلا صليت، ربنا كان طالب مني الصلاه، انا صليت، اقوم بقى اشوف شغلي، اشوف مذاكرتي، او اقوم مثلا اعمل اكل، اعمل اي حاجه يعني، فاهمين؟ فدور على ربنا، دور على نفسك، وانسى الناس، عشان زي ما قلت عمرك ما هترضيهم، عمرك ما هتخليهم كلهم يتفقوا على حبك. سيبك منهم، ركز على حالك. لو هي بتأثر فيك جامد ان هم واخدين عنك صورة وحشة، حاول ما تقعدش معاهم. يعني اكيد مش هتعتزل الناس، لا، بس حاول لما حد يقول عنك كلمة مش حلوة، او يبقى واخد عنك صورة مش حلوة، ويحاول ان هو يطلعها في نظراته وكلامه وافعاله، ابعد عنه، ابعد عنه. انت مش ناقص، انت وراك شغل، وراك بيت، وراك اخوات مثلا، او وراك اولاد، وراك نفسك، وراك حياتك، ركز عليها وسيبك منهم، ارميهم ورا ظهرك بجد، والله العظيم هتكسبوا كتير قوي. غير كده صدقني 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 مش هتجيب لنفسك غير الضغط والسكر والله غير كده انت بجد هتجيب لنفسك ضغط وسكر، وانت مش ناقص، انت مش ناقص. انت يعني عندك ناس بتحبك، وعندك ناس، ركز عليها، ركز على اللي بيحبك، سيبك من اللي مش بيحبك. يعني ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يا رب ينفعكم، واللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.